مليون دولار يحل بيها الازمه بتاعته، مش عشان يجيب بيها لاعبين. خلي بالك من الفرق، مش علشان يجيب بيها لاعبين. يطلع علينا بعض الاخوه اللي يقول لك ان الزمالك عملها بالقسط والزمالك عملها طيب لو افترضنا ان الزمالك عملها بالقسط، هو حضرتك هتدفع للزمالك قسطه؟ على الجانب الاخر انت هتدفع للزمالك القسط بتاعه؟ طب انت شاغل نفسك ليه؟ طب انت عايز الزمالك يفضل مكمل كده؟ طيب نمره واحد، هو حد سأل حضرتك هو النادي الاهلي جاب صفقاته منين؟ هو حد سأل حضرتك هو النادي الاهلي مين اللي مول له صفقاته الاخيره؟ طيب حد قال لك ان احنا عندنا حد بتاع بيغسل اموال في نادي الزمالك؟ ما انا بسأل سؤال واضح وصريح. حد قال لك ان احنا عندنا راجل بيغسل اموال في نادي الزمالك وبيشتري لنا لعيبه وبيسجل صفقات؟ ولو افترضنا ان الزمالك خد الفلوس بالقرض او حسن او قرض غير حسن، هو انت ناسي حضرتك ان وزير الشباب اللي بتدعي انه بيساند الزمالك، محدش دبح الزمالك قد وزير الشباب. محدش عطل مسيره الزمالك الا لخدمه حضرتك الا وزير الشباب. والدليل على كده الزمالك لحد النهارده بيصارع من اجل البقاء. الزمالك في صراع من اجل البقاء، مش على اجل منافسه على بطوله. ده النهارده الناس فرحانه وبترقص عشان القيد اترفع، لان الزمالك هيقدر يشتري صفقه واتنين فيكمل زي اي نادي عادي. لكن المواصفات بتاعه المنافسه مش عندي، جوده المنافسه مش عندي، امكانيات المنافسه مش عندي. فبالتالي الزمالك اتحول لنادي عادي كل قضيته انه يشارك في الدوري بشكل عادي ويقرب من المراكز المقبوله، لكن ما عندوش امكانيات انديه صغيره وانديه شركات طلع انت صنعتها عشان تزيح الزمالك من على طريقك. طيب هنرجع للقروض والسلف اللي الزمالك خده على عشان يعمل ايه صفقاته. هو عند حضرتك علم ان وزير الشباب اللي بتتهم نادي الزمالك انه بيدعمني ادى حضرتك 300 مليون جنيه من اول الموسم على سبيل القرض الحسن للنادي الاهلي؟ هل تعرف حضرتك ان وزير الشباب رفض يتوسط للزمالك عشان ياخد نفس القرض؟ بص بقى زملكه الدوله، الاهلي من غير ما يطلب على فكره، وزاره الشباب عرضت على الاهلي ايه رايك تاخد 300 مليون دولار، 300 مليون جنيه سلف قرض حسن؟ فطبعا النادي الاهلي عمل الصح، يبقى مجنون لو رفض، لانه قرض حسن ما بتدفعش عليه فوائد. فبالتالي حضرتك عندك قرض بتاخده من الدوله بتشتري بيه صفقات، الدوله نفسها حرمت الزمالك انه ياخد نفس القرض. فبالتالي حتى لو الزمالك راح عمل قرض عادي هيدفع له فوائد، فهو اللي هيدفعها. يبقى هنا زملكه الدوله ولا اهلاوه الدوله؟ انا بس هخاطب اصحاب العقول وللمره الاولى وللمره الاخيره. طيب انت بقى فنيا مستكتر على الزمالك انه يرجع حقه في القيد ويحل مشاكله؟ يعني هل من مصلحه النادي الاهلي او من مصلحه حضرتك ان الزمالك يفضل صغير، يفضل متعثر، يفضل في ازمات؟ اللي انا اعرفه انه لا، عشان يبقى عندي منافسه قويه لازم يبقى موجود الزمالك، موجود 3 4 5 6 انديه كمان بيقطعوا في بعض عشان اللي ياخد الدوري ولا ياخد الكاس. لكن اللي بيحصل النهارده فكره انك طول الوقت عمال تحفل على الزمالك ومجلس ادارته عاجز. يا عم عاجز، انت مالك؟ خد قروض، انت مالك؟ ايمن ممدوح عباس اتبرع، انت مالك؟ رئيس بنك اتدخل عشان يجي بقى يقول لك رؤساء البنوك اتبرعوا للزمالك. هو يا ابا جهل البنوك المصريه تقدر تتبرع لاي حد؟ هو ده مال سايب؟ ومش في رقابه من البنك المركزي والبنوك الرئيسيه واتحادات البنوك اللي شغاله عليهم؟ هو طبيعي متخيل ان يجي عمرو بيه الجنايني يطلع للزمالك 20 30 مليون دولار ويقول له اتفضل ساعد نفسك؟ ده على طول كده. هو انت متخيل ان القروض دي الفلوس دي ملك الموظفين اللي شغالين في البنوك؟ مين لعب في دماغك وقال لك يستطيع اي رئيس بنك في الدنيا انه يمنح نادي او مؤسسه فلوس لا ترد؟ ما انت بتقول لي خدها هدايا او منح. برضو بعض الناس اللي طالعه بتفتي، ما احنا عندنا الفتاين يا جماعه بقوا كتير جدا. بقى عندنا 120 مليون صحفي و120 مليون محامي و120 مليون مستشار و120 مليون محمود ابو تريكه ومحمد بركات وحازم امام وبقينا عندنا برضو 120 مليون حسن شحاته وزيهم الجوهر الله يرحمه. لا، ما احنا شعب بيفهم في كل حاجه. احنا عندنا ناس كده قاعده من الفراغ طول الوقت تفتي، قاعد على جهازه وقاعد يسب في الناس ويلعن في الناس ويطلع ده حرامي وده مرتشي وده وده وده. انا كمشجع زملكاوي، حضرتك انت امام مؤامره طول الوقت على ناديك. شغل دماغك
وركز مع مجلس ادارتك، ادعمه وادعم صفقاته وادعم الفلوس اللي بيعملها. طالما انه بيعمل، لما كان بيأثر انا وكل الزملكاويه كنا بنطلع نهاجم المجلس، كنا نطلع ننتقد المجلس، بس بننتقده عشان مصلحه النادي مش عشان مصلحه شخصيه. اما انه يجي حد منافس طول الوقت السوشيال ميديا ولجانه تلعب في دماغك وتقعد تقول لك ده انت واخد الفلوس بالسلف وبالقروض العاليه لا يا جماعه مفيش قروض في البتاع. حد يقول لك طب ما من حق جماهير الزمالك تعرف، لا مش من حق جماهير الزمالك تعرف. جماهير الزمالك بس عايزه تفرح، عايزه الناس تسدد ديونها وتعمل التزاماتها وتجيب لها لاعبين. اما بقى لو في تجاوزات فمن حق جمعيه عموميه اللي انتخبت المجلس الحالي واللي انتخبت المجلس اللي عندك هي اللي تقف وتقول لك من فضلك وريني الفلوس